فضيلة الإمام، ونحن في هذه الأيام المباركة واقتراب الشعيرة الكبرى لدى المسلمين وهي الحج، نبدأ مع فضيلتكم في توضيح الحج وتاريخ الحج في الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. فهذا سؤال مهم، والإجابة عليه يعني قد لا تتسع لها حلقات، لا أقول حلقة هذه الحلقة أو حلقتان، ولكن لأننا نتحدث عن تاريخ عمره الآن 4000 سنة على الأقل. نعم. الحج كما نعلم من أركانه فيه الطواف بالكعبة أو بما يسمى ببيت الله الحرام. إذن ما هو تاريخ الكعبة وكيف بنيت، متى بنيت، من بناها؟ نعم. لابد أن يكون في وعي الحاج وفي ذهنه وفي مشاعره هذه الأبعاد المهمة جدا، وهو يطوف بالبيت، يطوف بالكعبة، وهو يسعى بين الصفا والمروة. نعم. لأن هذه أماكن مرتبطة، أماكن مقدسة، لأنها بنيت بوحي من الله سبحانه وتعالى، وأعدت لعباده الطائفين والعاكفين والركع السجود إعدادا خاصا، ولها رموز يجب أن يستصحبها الحاج أو كل من يطوف بهذا البيت. فهو أول بيت لتوحيد الله وضع في الأرض للناس. نعم. إذا رحنا نتساءل عن هذه الجوانب المقدسة التي تحيط بهذا البناء أو بهذه المشاعر أو بهذه المناسك، فسوف كما قلت علينا أن نعود إلى الوراء طويلا طويلا إلى 4000 سنة، إلى فترة أو تاريخ سيدنا إبراهيم عليه السلام. فموضوع الحج مرتبط بالكعبة، والكعبة مرتبطة بتاريخ يعود إلى سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم الآن يعني هو كان في هذا المكان وبنى على وجه يعني يقرب كثيرا من التحديد والدقة، كانت 1900 سنة قبل الميلاد بني هذا البيت. فإذا كان 1900 سنة قبل الميلاد، قل يعني 2000 زائد 2000 الميلاد، يعني من الآن من 4000 سنة. هذا هو الذي يجب أن يستحضره الحاج، لأن الحج ليس رحلة متعة ورحلة للتسوق ورحلة يعني للنزهة وللفرجة، وهو في كل خطوة في الحج هناك معنى مقدس ومعنى عبادي. نعم. ومطلوب من الحاج أن يستشعره وأن يتقيد به وبآدابه وبقدسيته وبحرمته وهو يطوف حول هذا البيت، أو وهو من أول ما يخرج. وقد نشير إن شاء الله في حلقة قادمة إلى ما هو الواجب على الحج بعد أن ينوي الحج حتى من منزله. لابد أن يعني ينسلخ من أمور كثيرة جدا، وفي مقدمتها الأمور المادية أو أمور اللذة أو أمور يعني التي تورث اللهو والعبث والسرور الذي لا معنى له. فنحن حين نتحدث عن الحج يجب وأردنا أن نعرف ما هو هذا البناء الذي يطوف حوله، يجب علينا أن نرجع إلى 2000 سنة قبل الميلاد. نعم. لنعرف تاريخ هذا البيت. ونبدأ من سيدنا إبراهيم نفسه، من رحلة سيدنا إبراهيم وكيف تنقل وكيف تلقى الأمر الإلهي ببناء الكعبة. نعم. هو طبعا سيدنا إبراهيم هو أبو الأنبياء عليه السلام، وذكر في القرآن كثيرا، ومذكور طبعا في الكتب المقدسة السابقة. نعم. له صحف إبراهيم وموسى، يعني أنزلت عليه صحف وأنزلت عليه كتب. هو من بلاد نستطيع أن نقول الآن من البلاد اللي هي العراق، و يعني هو يعتبر المحطة
الثانية بعد طوفان، يعني وحصل الطوفان سيدنا نوح طوفان، ثم بعد ذلك يبدأ التاريخ تاريخ النبوة بإبراهيم بعد ذلك. قد يكون هناك أنبياء بين الفترتين، لكن نحن نتحدث عن الأنبياء الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم، وليس لنا مصدر تاريخي آخر، لأن هذه المناطق منطقة 4000 سنة. نعم. دي منطقة يعني لا يوجد فيها التاريخ المكتوب علشان نستطيع أن نعتمد عليه كمصادر أو كمراجع علمية. إذن ليس أمامنا إلا أن نستمع إلى نصوص الوحي المعصوم من الخطأ، وهو القرآن الكريم. القرآن الكريم يحدثنا عن سيدنا إبراهيم عليه السلام، وهو طبعا يعني في منطقة اسمها أور في العراق، أو يعني الأقوام الموجودين في ذلك الوقت الكلدانيين. نعم. أو حضارة الكلدانيين. هو ولد في هذه الحضارة وعاش، ثم بعد ذلك رحل من هذا المكان، اتجه هو له يعني رحلتين، رحلة شمالا ثم بعد ذلك رحلة جنوبا. عارف طبعا العراق حضرتك لو اتجه شمالا هو يعني ذهب أو رحل مع أهله، ومنهم ابن أخيه سيدنا لوط عليه السلام. يعني سيدنا إبراهيم ده عم سيدنا لوط. الاثنين رحلوا إلى بلاد الكنعانيين. نعم. بلاد الكنعانيين اللي هي دلوقتي هي القدس وبيت المقدس وفلسطين، يعني فلسطين. فكانت رحلته الأولى إلى فلسطين، استقر فيها هناك فترة، ثم بعد ذلك وكان جاء عام، يعني عام شديد فيه شدة وفيه جفاف فرحل مع زوجته سارة إلى مصر. نعم. واستقبل في مصر. طبعا أنا يعني أتحدث عن الخطوط العريضة، وإلا في كل رحلة من الرحلات دي فيها هناك الكثير من التفاصيل من التفاصيل والجزئيات. ولكن هو ذهب من وطنه إلى بلاد الكنعانيين إلى القدس، ثم بعد ذلك تحت ظروف ضاغطة الناس هاجرت، فهو هاجر إلى مصر. لا نعرف الوقت يعني الذي قضى فيه أو قضاه في مصر قليل أو كثير، ولكن نعرف أنه هو تعرف عليه فرعون مصر. نعم. وكلمة فرعون هنا مش يعني فرعون يعني حاكم مصر. نعم. زي ما نقول الآن مثلا الملك أو رئيس الجمهورية أو الأمير أو كذا، فهو ده لقب من يحكم البلاد. نعم. أهداه مسجل على أنها جارية مصرية. أنا أفهم جارية بمعنى فتاة يعني. نعم. التي لم تكبر. إنما على أي حال هو أعطاه يعني أخذ معه وأعطاه بقرا وغنما وكذا إلى آخره. فرجع بكل ذلك إلى بلاد الكنعانيين. وهنا يعني كانت سارة لا تحمل، وكانت متضايقة من وضعها، فهي التي نصحت زوجها إبراهيم عليه السلام أن يعني يتزوج بهاجر المصرية دي. وحدث ذلك وحملت، ما إن حملت حتى طبعا يعني غضبت سارة، وهذه طبيعة النساء أو عادة النساء، فأرادت أن يعني تقصيها وأمرته أن يذهب بها بعيدا. كان معها إسماعيل ولد صغيرا اللي هو الابن الأكبر. نعم. إسماعيل عليه السلام. وهنا تبدأ الرحلة إلى الجنوب. نعم. يبقى إذن في رحلتين، رحلة إلى الشمال إلى الكنعانيين، بعدين مصر والعودة، ثم بعد ذلك الرحلة إلى الجنوب اللي هي هنقول عليها وصل وربنا حدد له يروح إلى مكة. نعم. الرحلة الشمالية دي من أور إلى الكنعانيين إلى مصر ثم العودة مغطاة تماما في الكتب المقدسة. نعم. وخاصة في سفر التكوين. لكن الرحلة الجنوبية اللي هتختص ببلاد العرب. نعم. وبالإسلام وفيما بعد يعني
دي صمتت عنها الكتب المقدسة، التوراة أو صمتا واضحا. نعم. يعني يمكن في كلمة واحدة تقريبا وأنا أقرأ وأستقصي، اللي هي كلمة عن يعني يذهب إلى جبال فاران بإسماعيل، وسأجعل منه، ده ربنا يقول لإبراهيم سأجعل منه أمة عظيمة. هي تلفت النظر، يعني أمة عظيمة ثم يعني هذه الكلمة وفقط. فالمهم، لكن من رحمة ربنا بعباده أن يعني بين لنا هذه الرحلة في كثير من النصوص القرآن الكريم. في القرآن الكريم. نعم، الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. بين في هذا في الكتاب كثير من الخطوط العامة أو العريضة لهذه الرحلة، هي رحلة الجنوب. نعم. وهي رحلة طبعا يعني باختصار ذهب فيها إلى الجنوب لمهمة، ثم عاد بعد ذلك إلى كنعان. هل نستطيع أن نقول فضيلة الإمام أن من أهم أركان هذه المهمة هي بناء البيت؟ يعني هل بني البيت بأمر إلهي؟ بالضبط. هنا فعلا يظهر السؤال: من بنى هذا البيت؟ نحن لا نتعرض لخلافيات العلماء قبل إبراهيم، هل كان موجودا وكان يعني ضمر البناء أو هدم ولا يوجد إلا القواعد مطمورة في الأرض. نعم. وده يمكن ما يشعر به التعبير القرآني: وإذ يرفع، يعني أذكر أو نعم. فكر، ده كلام للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. نعم. مع الدعاء: ربنا تقبل منا إنك ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نعم. لكن اللي يهمني أن الذي بنى البيت أو رفع قواعده، هل رفع قواعده معنى أنه يعني بناه وأظهره من الرفعة، ولا كانت القواعد مطمورة ثم بناها أظهرها؟ نعم. اللفظ هنا يعني حمال معاني كثيرة جدا. نعم. لكن سواء قلنا ذلك أو غير ذلك، نعم. فالذي بنى البيت هو سيدنا إبراهيم عليه السلام. نعم. وكان يساعده في البناء سيدنا إسماعيل ابنه، لأنه كان كبر وساعده في طيب، هل قبل إبراهيم كان البيت موجودا، ولا أول مرة يعني يبنى هذا البيت؟ كثيرون يقولون إن هذا البيت بناه آدم، بل منهم من يقول إن الملائكة هي التي بنت هذا البيت قبل آدم، وأنه تعرض لعمليات هدم بفعل يعني الظواهر الطبيعية عدة مرات. فهو كان هدم قبل يعني إبراهيم أو بعد سيدنا نوح عليه السلام، إلى أن جاء سيدنا إبراهيم فأعاده على قواعده التي كان عليها قبل أن يهدم. هذا رأي، ورأي يعني كثيرون يدافعون عنه. آخرون يقولون نحن لا نعلم من القرآن إلا أن إبراهيم هو الذي عليه السلام هو الذي رفع قواعد هذا البيت مع ابنه إسماعيل. نعم. فسواء كان هذا أو ذاك، احنا لا نبحث في هذا، ويعني المسألة ما تفرقش زي ما بيقولوا. نعم. يعني نحن نكتفي فقط بالنظر إلى الأمر الإلهي برفع البناء. الأمر الإلهي المنصوص عليه في القرآن أن إبراهيم سيذهب، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. نعم. ده كمان حدد له المنطقة. نعم. اللي هو حيبنى فيها البيت، وهي مكة. وهو يعني هذا المكان يبقى المكان محدد. البناء أمر بالبناء لأنه أول بيت توحيد في العالم، ويبقى حتى الآن هو ربما يعني بيت التوحيد الأكبر أو الأظهر للبشرية للجميع. وذلك يعني تجد فيه كلمة الناس، مش مثلا للمؤمنين ولا كذا، لا، للناس. وأذن في الناس بالحج.
وإن أول بيت إن وضع للناس. أول بيت وضع للناس. نعم. فهو فعلا يا أيها الناس إذا أردتم بيت التوحيد هو هذا بيت التوحيد اللي ربنا حدد المكان بتاعه، الأرض اللي هيبنى عليها وهي مكة، وجعلها آمنة إلى يوم القيامة وستكون كذلك. وحدد النبي أو يعني أوكل أمر البناء إلى هذا النبي الكريم بيده، لأن القرآن وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. تلاحظ أن بيت المقدس بناه سيدنا سليمان ولكن بيد العمال وليس بيديه الشريفتين. وليس بيديه مباشرة. يعني هذا البيت اللي هو مكة الكعبة مبني بيد أنبياء، لأن إسماعيل نبي وسيدنا إبراهيم نبي، وسيدنا إبراهيم عليه السلام نبي. لكن هو بيت توحيد، وأيضا بيت المقدس بيت مقدس، ولكن هناك فروق دقيقة شوية. الكعبة بنيت بيد أنبياء، بيت المقدس بني بيد عمال بأمر سليمان عليه السلام، يعني بأمر من نبي ولكن بأيدي عمال. بأيدي عمال. فلما يكون بيد نبي تفرق من حيث يعني البركة، ومن حيث الخير، ومن حيث قوة هذا البناء وقوة تأثيره في الناس. أيضا الحجر الأسود يعني وضعه سيدنا إبراهيم بيديه. نعم. وبعد ما تعرضت الكعبة إلى أكثر من يعني من مرة هدمت فيها الكعبة، كان يعاد هذا. آخر مرة كانت في شباب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وحين بناه عادوا البناء، واختلفوا حول من يضع هذا الحجر، لأنه ده الحجر المقدس يعني. نعم. من يضع هذا الحجر في هذا الركن. ومعروف طبعا القصة أنه اختلفوا، كادت تحدث فتنة، وبعدين يعني انتهوا إلى أن يوضع الحجر على إلى أن يحكموا أول قادم، فكان أول قادم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى طبعا ألهمه لم يكن نبيا طبعا ولم ينبأ بعد يعني، فأوصى بأن يأتوا برداء ويضعوا الحجر في الوسط، وكل قبيلة تأخذ بطرف من هذا الرداء. نعم. ويحملونه إلى المكان، ثم أخذه بيديه الشريفتين. نعم. ووضعه في هذا المكان. نعم. فإذا يعني فيه الكعبة في إحاطة نبوية حولها بأمر إلهي. المهندسين أنبياء، اللي وضعوا الحجر الأسود أنبياء. أيضا لو رحت للصفا والمروة، نعم، معروفة طبعا، كلنا نعرف، واحنا في الابتدائي درسونا هذا. عفوا فضيلة الإمام، قبل أن نصل إلى هذه النقطة، لأن هذه نقطة هامة، البعض يختلط عليه الأمر ويظن أن بيت المقدس يسبق الكعبة، ولكن فضيلتكم أشرتم إلى أن هناك فارق زمني كبير. ده بالعكس، ده المؤرخون يعني يذهبون إلى أن بينهما 900 سنة. يعني الكعبة نعم. مبنية قبل بيت المقدس ب 900 سنة، لأن سيدنا سليمان من نسل سيدنا إبراهيم. طبعا من نسل سيدنا إبراهيم ومتأخر. نعم. ومتأخر. يعني بيت المقدس بني سنة 1000 قبل الميلاد. الكعبة 1900 قبل الميلاد. نعم. فطبعا في 900 سنة. 900 سنة دي يعني كان الناس، كان بيت المقدس غير موجود، وكان الناس يعبدون الله ويوحدونه وكذا، ويطوفون حول هذا البيت، ولم يكن بيت المقدس قد ظهر بعد، لكنه هو من المساجد الثلاثة ومسرى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مكان مقدس عند المسلمين تماما، مثله مثل الكعبة أو مثل بيت الحرام. نعم. فضيلتكم كنتم وصلتم إلى الصفا والمروة. أيضا بالنسبة للصفا ده، إذن الذي يطوف بالكعبة نعم. لازم ينتبه إلى هذا، أنه يطوف يعني هي مش مسألة كعبة وزاحم وأروح أدخل مش عارف إيه وكأني أنا في نعم. يعني مونديال. لا، ده مكان يعني له مواصفات إلهية ونبوية قوية جدا في التاريخ، ومطلوب من المسلم أو ممن يطوف بهذا البيت
أن يستحضر هذه المعاني ويتأثر بها ويعود بها إلى بلده بعد أن يغير ما في نفسه من يعني أمراض ومن آثام ومن بتذكر هذا المشهد العظيم. ولذلك تجد يعني مثلا الإحرام. نعم. الإحرام ده في رمز، وهو التجرد لله سبحانه وتعالى، وعلى الجميع أن يلبس لباس الفقراء، وكأنه يعلن أنه تجرد من الدنيا وما عليها، من كل قوة، من كل غنى، من كل مال، من كل يعني أمراض النفس، من السيطرة ويعني البطش والجبروت طبعا إن النفس لأمارة بالسوء. نعم. يعلن أنه تجرد عن كل ذلك ولبس لباس الذي يدل على أنه فقير إلى الله 100%. نعم. وهذا المعنى مطلوب، وعشان كده مطلوب إزاي نلبس كل واحد جاي، سواء كان ملك سواء كان غني، لباس الفقير. نعم. وكأن الناس كأنهم شخص واحد. أيضا هذا معنى من المعاني وهذا مطلوب. وليطوف حول هذا البيت كما أمره الله سبحانه وتعالى، وليطوفوا بالبيت العتيق، وطبعا وأتموا الحج والعمرة لله، ليخرج بهذا المعنى أو بهذا الدرس، أو ليتعلم أو ليدرب نفسه على أنه يتجرد لله من ماله، من أولاده، من زوجته، من بيته، من بلده. كل هذا يعني جاي يظهر العبودية المطلقة لله سبحانه وتعالى، والاستعداد لأن يفعل كل ما يأمره الله به. هذا المعنى هو ده معنى الحج، أو معنى الحج يعني الشرعي المطلوب. واضح أيضا لما يذهب إلى يعني كمان حاجة في الكعبة في يعني بعيد منها بقليل، الحجر إسماعيل، ويقال إنه مدفون في هذا المكان. أيضا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. بعد الطواف في حاجة كده كبيرة، علامة اللي هي مقام إبراهيم. يقال إنه هو الذي أمره الله سبحانه وتعالى أن يقف عليه وأن يعلن الأذان إلى الحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يعني راجلين، يعني ماشيين. نعم. وعلى كل ضامر. الضامر هو الفرس النحيل أو الناقة النحيلة، ودي ميزة لأن هذا النحول يساعدها على سرعة المشي. وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. طيب هذا هو مقام إبراهيم، وده بعد الطواف، وحجر إسماعيل موجود. ثم بعد ذلك قصة طبعا هاجر لما ابنها إسماعيل كان طفلا وتركت مسكينة في صحراء، لمن تتركنا فهو طبعا كان متأثر، لم يرد عليها. فلما قالت له يعني الله أمرك بهذا، أجاب قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، اتكل على الله ربنا احنا. وفعلا فبحثت عن ما هو معروف هذه القصة. إذن يعني الوضع ده مطلوب فيه التفكير العميق. نعم. بأن يعتمد الإنسان على الله وحده، ولا يعتمد على آخرين. في هذا الإطار المطلوب من الحقيقة هناك آيات كثيرة جدا، يعني قد لا يتسع الوقت لها في هذه الحلقة، لكن يعني يجب على الحج قدر الإمكان أن يستصحب هذا التاريخ. الكعبة دي مش، وحتى البلد الحرام اللي يعني وجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. نعم. وفعلا هي آمنة، وهي آمنة إلى يوم القيامة. ربنا ضمن أمانها في كتابه الكريم، ولذلك لن تمس بسوء. شكرا فضيلة الإمام، ونستكمل الموضوعات الخاصة بالحج في الحلقة القادمة بإذن الله.